السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة يا جماعة جاي أوريكم عينة والله من المرضى النفسيين اللي بتتعامل معانا. تمام كده. ده واحد تقريبا من دمياط، ودمياط أهل دمياط كلهم حبايبنا وليهم فضل كبير عليا. بص كده إزاي أهل دمياط ليهم فضل كبير عليا على فكرة. تمام. فطبعا مش كلهم وحشين، وكل بلد فيها الحلو وفيها الوحش. طيب الراجل الطيب ده دخل لي تقريبا قبل رمضان بيومين ثلاثه، وقال لي يا ابو هاجر انا عاوز لحم فرنسي. قلت له على راسي والله. انا عندي ضغط حجوزات، وعلى العموم ممكن كمان كمان تحجز معانا. تمام كده. قال لي طب انا عايز احجز، هو جوز واحد. قلت له ما فيش مشكله يا اخي، ممكن تاخد في اول اسبوع في رمضان يعني تقريبا. قلت له كده تمام. طبعا الراجل قال لي وعايز جوز كينج. قلت له ما فيش مشكله ان شاء الله. لما ابقى اروح عند الحمام هصور لك. وانضغطت في شغلي. قال لي طب ابعت لي صور اللحم. قلت له والله لسه ما عنديش باب حجوزات لحم دلوقتي. قال لي ابعت لي صور اللحم. قلت له يا باشا اللحم على القناه، خش على القناه هتلاقي فيديو يوم في السلاكه، هتلاقي اللحم اللي احنا بنفرخه موجود قدامك. راح قايل لي انا ما توقعتش ردك كده. قلت له فين المشكله؟ بقول لك انا ما عنديش دلوقتي لحم، يعني حتى لو انا حجزت لك دلوقتي اصور لك ازاي سلعه انا مش هبيعها لك. يعني حمام ناس تانية محجوز، يعني حمام ناس تانية محجوز. يقول لي ما توقعتش انت ترد عليا كده. طب ارد اقول له ايه؟ طبعا راح جه النهارده، راح واخد لي صور لفيديوهات انا عارضها. قال لي انا عاوز الجوز ده والجوز ده والجوز ده. فطبعا كنا في صلاه التراويح وصيام النهارده والواحد مش فاضي. فلما خلصت صلاه التراويح وخلصت دنيتي كلها تمام، وجيت ارد عليه لقيته الراجل شاتمني زي ما انتوا شفتوا كده. عفوا. ولقيته بيقول لي انا اديتك اكبر من حجمك واسف لنفسي وانا ابويا وانت صفر على الشمال من الجواه. ايه اللي انت بتقوله ده يا حبيبي؟ يعني انا ما غلطتش فيك والله. هو ملوش دعوه، يعني ملوش دعوه بقى ان احنا رمضان وفي صيام وفي صلاه وفي صلاه تراويح، والواحد العباده اهم شيء، والحمام هوايه. وانا ما غلطتش معاه في حاجه، بس اتاخرت عليه في الرد. انا اتاخرت عليه في الرد يا جماعه. فبصوا العينات اللي بتقابلنا، والناس تيجي تزعل مننا لو الواحد يتنرفز او خرج عن شعوره. تمام. يعني هو يحمد ربنا الواحد يعني في رمضان. وقلت له اللهم اني صائم، ولقيته راح عامل لي حظر. انا مش فارقه بالنسبه لي، انا ما اعرفوش اصلا يعني، ولا في بيني وبينه سابق انذار. اذا كان هو ده الحمد لله ربنا نجاني منه. انا واحد مريض نفسي زي ده تمام، مش صابر، وهو مش شايفني اونلاين اصلا. تمام. ما بالك بقى لو بعت له وحصل مشكله هيعمل فيا ايه؟ ده مريض نفسي. فالله يهدي الناس يا جماعه، رفقا بينا والله رفقا بينا. اقسم بالله العظيم يعني الاسئله كل يوم تقريبا بيتخطى 500 سؤال. 500 سؤال بيسالوا لي ما بين البيج والقناه والصفحه الشخصيه، كل حاجه.